طبعا من الأطباق اللي مشهورة في الصين يجيبونها لنا، يجيبون اللحم مستوى وانت تطبخه، يحطون لك هذه فتحطه هنا طال عمرك وتخليه ابو 10 ثواني تطبخه بديت تعود تاكله والحافظ الله. احنا هنا ماشيين على مبدأ بس وكل. الله احترق وزنه. من وسط المدينة المحرمة في بكين في الصين، مدينة الأباطرة اللي عاش فيها أكثر من 24 إمبراطور في الصين. المدينة اللي مساحتها أكثر من 104 ملعب كرة قدم بجنب بعض. هنا عاشوا أباطرة الصين من 1421 تقريبا إلى 1911. كان ممنوع، باقي إمبراطورة هنا قاعد تصيح علي من اليوم هنا، كان ممنوع ان المواطنين ابد يدخلون المكان ده. هذه منطقة محرمة، هذه ابد ما حد يدخلها. هذه فيها الامبراطور وزوجاته. اذا تسألت كم عدد زوجاته الرسميين معه الى 72 والغير رسميين 3000، ففيه 72 زوجة و3000 جارية للامبراطور في المكان ذا. عدد الغرف الاسطورة تقول انها 9999 ونص غرفة، لان يقولون غرف الرب 10,000 فهو اقل من الرب بشوي يعني بنص غرفة. لكن يوم عدوها هنا طلعت 8704، رقم مهول. 8704 غرفة. الغرف ذي كلها زوجاته وجواريه. هذا الامبراطور بس. طبعا لان الرقم 9 هو اعلى رقم واهم رقم عند اي امبراطور صيني، لانهم يقولون فالارقام الفرديه 9 اعلى شيء. حتى لو حطيت 9 9 9 9 دائما اعلى شيء. البوابات دائما تكون 9 عليها ذي الاقماع اللي انت تشوفها الذهبيه، 9 9 في 9 9 9 9. هذه بتشوفها في كل بوابات المدينه المحرمه، معناتها رمز للقوه والباور. شوف ايش يسوون، يتبركون في البوابة. طبعا بعد ما تتعدى البوابة الأولى تدخل المنطقة ذي اللي هنا. وش تسوي فيها قبل البوابة الثانية؟ تلبق حصانك وتلبس زين وترتب نفسك وتدخل بوابة الأخلاق هناك، بوابة الأدب، زي بوابة التشريفات. ترى بعد البوابة ذي اللي انت بتدخلها كل أحد قدامك مهم، فتحترم نفسك، تكون مؤدب. هنا هذه المنطقة اللي يعني ترتب أمورك فيها في الساحة هذه. إذا دخلت هناك لا يوجد مجال للخطأ. فالدخول إلى المدينة المحرمة الحين هم يعتقدون أن الإمبراطور وعياله هم عيال الله، فلأن الله في اعتقادهم يسكن في سنتر الجنة لازم يكونون هم في سنتر الأرض. فقالوا كيف نعرف سنتر الأرض؟ فبدأوا يلاحظون نجوم. طبعا في اعتقادهم ان النجوم كلها تدور حول نجم الشمال ونجم الشمال ثابت. فقالوا يوم النجم الشمال ثابت والنجوم كلها تدور حوله، حنا نعتقد ان النجم ذا هو قصر الله، ولازم ان نحط سنتر الارض هو تحت النجم ذا. فبنوا هنا الميريديان اللي هو في معناته عندهم الوسط. فانت داخل على بيوت الامبراطور وساحة الامبراطور الحين. شوف الناس ذولي كلهم، وهذا ينفخ علينا من اليوم. شوف الناس ذولي كلهم يحاولون يدخلون الحين المدينة القديمة. شفت الابراج ذي؟ القبة اللي عليها مطرية بالذهب، كل قبة مطرية بالذهب. هذه مطرية بالذهب، وهذه كلها اللي فوق تشوفونها ذي مطرية بالذهب. هذا معصب مرة من اليوم يشتمني. طبعا وهذه عندها اسم المدينة الثانية اللي هو زي معناتها اللون الارجواني. اذا مات الامبراطور وين يروحون زوجاته؟ يقعدون هنا لين يموتون في المدينة المحرمة، ما يطلعون منها لانهم شافوا الامبراطور بينهم. فهذا شيء خطير انهم يطلعون ويعلمون الناس كيف شكل الامبراطور وتفاصيل حياته. فيقعدون هنا ارامل الامبراطور لين يموتون في المدينة.
مدينة محرمة ممنوع يطلعون منها. طبعا إذا تسألتوا عن كيف أشكال زوجات الإمبراطور، هذول حقيقيات، ذولي زوجات واحد من آخر أباطرة الصين. يعني الحين عرفت لي ياخذ 3000 عشان يسد النقص. يعني كأنه واحد من جنوده الحين أنا شايفه عند الباب، بس كويس. ثانك يو. You're welcome. You're welcome. شفتوا يمكن عنده 72 زوجة 3000 جارية، بس ما هم مبسوط صدقوني. يعني nobody shaming. يوم كنا نمشي وسألتهم عن اللوحات والقطع الأثرية والفنية اللي هنا كم تسوى، قال يعني مثلا ذي تسوى 40 سنة وانت بس جون، ذي تسوى 100 سنة، ذي تسوى 80 سنة. فكانت رسالة انك لا تمد يدك على شيء. فهمت انا وكملنا، ما كانت لينية. معلومة بسيطة بس عن مدى الكنوز اللي في المكان ذا. تشوف البلاط ذا، البلاط العادي ذا، الطوب هذا اسمه البلاط الذهبي. البلاط الذهبي مو لانه مصنوع من ذهب، هذا احتاج 2 علشان يصلحون الوحدة، لانها تكون باردة في الصيف، حارة في الشتاء. بيع قطعة بلاط وحدة في مزاد في 2012، بلاط وحدة من ذي $120,000 في 2012. يمكن الايام ذي لو حسبنا ممكن 250,000 دولار الوحدة، يعني البلاطة الوحدة بمليون ريال. بس انك تنقش بلاطة بس من ذي وتاخذها، ذي فيها مليون. عد كم البلاطة اللي داخل. طبعا الساحات هنا ما فيها شجر. ليه ما فيها شجر؟ الجانب امني، عشان ما حد يندس ورا الشجر وممكن انه يرمي الامبراطور بسهم، او يتسلق الشجر ويرمي الامبراطور. فالساحات داخل المدينة محرمة، محرم عليها الشجر برضه، ما في شجر. تشوفون المنطقة ذي الربع، هذه ترى الصخرة ضخمة وزنها أكثر من 200 طن، 3/4 تحت الأرض. ناقشين عليها الجبال والسحاب و9 تنانين. ما انتم متخيلين ضخامة المكان ذا، وان الصخرة ذي هذا الجزء البارز البسيط منها، الباقي كله محفور تحت الأرض. شيء عجيب في النحت. كيف جابوا صخرة وزنها 200 طن من مدينة تبعد 80 كيلو حطوها هنا؟ للعربات تقدر تشيلها، ولا يقدرون يدفونها، ولا يقدرون وش تسووا؟ عشان أعلمك الفكرة الغريبة العجيب في المنطقة المحرمة هنا، احفروا قناة مائية في الصيف، حطوا القناة المائية احفروها واحتروا لين جاء الشتاء وتجمدت القناة اللي بطول 80 كيلو، وسحبوها على قوالب الثلج هذه لين جابوها هنا. الإنسان ما يوقف شيء، لا إله إلا الله، شيء عجيب صار في المدينة المحرمة. طبعا زي ما قلنا أولا، إذا مات الإمبراطور زوجاته ما يتزوجون بعده ويعيشون في المدينة المحرمة لين يموتون. وين يعيشون؟ في المكان ذا. يدخلون الأرامل كلهم في المنطقة هذه اللي بوريها لكم الحين، يدخلون ويعيشون فيها عمرهم كله، لا حد يجيهم من برا ولا يطلعون من المكان ذا، وموفر لهم كامل أنواع الترفيه لين يموتون. هذا هو المكان اللي يعيشون فيه زوجات أو أرامل الإمبراطور. هذا فقط للأرامل، يتجمعون مليان غرف يعيشون هنا. هذه الساحة اللي يسمح لهم يتمشون فيها، يطلعون فيها، يخدمونهم الخدم هنا. طبعا يشربون هنا في أواني ذهب ولولو. هذا ذهب يا الربع، هذا اللي يشربون فيه. هنا فيه صدمة تصدمك. في امبراطور اسمه تشالن ده يحب أمه مرة، وكل ما طلع برا الصين ورجع جاب هدايا لأمه، حتى إن في عيد ميلاد أمه باني لها قصر صيفي كبير. فيوم ماتت أمه حزن كبير عليها، فصلح تمثال جمع فيه كل الذهب اللي في المدينة المحرمة، كل الذهب، لدرجة إنه حتى ذوب الملاعق الذهب 107 كيلو، 107 كيلو، يعني قيمتها في السوق الحين 36 مليون ريال تقريبا الحين في السوق، من غير القيمة التاريخية. يعني نتكلم عن شيء بتشوفه الحين يمكن قيمته 300-400 مليون ريال، وحط شعر أمه داخل المجسم ذا.
شوفوا الناس كيف متجمعين عليه. هذا كله ذهب. شوف المجسم ذا اللي قدامك اللي وزنه أكثر من 100 كيلو، هذه 100 كيلو ذهب خالص. شيء عجيب. داخل هنا فيه بوكس من عود، داخل العلبة دي شعر أمه الباقي على وسادتها على فراشها حطه هنا. يعني أنت قاعد تفرج ترى في 300 مليون 400 مليون يمكن أعلى، يعني مع القيمة التاريخية ممكن يتعدى نص مليار قيمته. لا إله إلا الله. اللي كانوا يسوون التنانين ذي قال لهم الامبراطور إذا جيت بكرة وما لقيتكم مخلصين بقص رؤوسكم كلكم. فقعدوا يشتغلون في التنانين، يشتغلون يضبطونها من السيراميك كلها. واحد منهم من الملقى في آخر الليل وهو يشيل قطعة سيراميك بركبها طاحت وانكسرت، فدروا انه بيقص رؤوسهم كلهم. ما يمديهم، خلاص هو بيجي الصبح ما يمديهم يقصون السيراميك ويجيبونه يزينونه، فدروا انهم موتين كلهم، بيقتلهم الامبراطور كلهم. فجاهم خوي قال يا ربعي ابى اشتالها عنكم وانا والله ما ادري ننكشف ولا لا. قالوا ايش بتسوي؟ قال هي قطعة خشب عندي ابى اضبطها. خشب؟ قالوا انت صاحي؟ قال ما هو بداري اقلها بس لين ننحاش. فضبطوا قطعة خشب ورشوها لون وضبطوا امورها وركبوها. فجاء الامبراطور وشيء اللي هي بطن واحد من التنانين بس. فيوم جاء الامبراطور وشافها كلها زينة قال بيض الله وجهكم وراح. فكل التنانين ذي من سيراميك لونها الطبيعي ذا ما يتغير لونها الا بطن التنين الابيض ذا، هذا اللي ضبطوه من خشب. هذه اللي كانت منكسرة وضبطوها من خشب وعطوها لون بسرعة عشان تمشي على الامبراطور. فمشت ذاك الوقت وافتك اخوياه وعاشوا. يوم دارت السنين عاد طلع لونها الحقيقي. في امبراطور اسمه تشيلون، بين مغري جمع تحت الطاقية ذي ما تنو دواهي جمعتها. تشيلون ذا جده حكم 60 سنة، فقال هو وعد اني انا ما احكم اكثر من جدي 60 سنة، بس ابن الاجواد يعني شد شوي، كان اكل الصحي بزيادة فعاش. فيوم قرب 60 سنة بلش هو حالف انه ما عاد يحكم اكثر من ولا يقدر انه يستقيل كذا فجأة. فصلح مدينة محرمة داخل المدينة المحرمة. قال هذه مدينتي المحرمة اللي هي المنطقة هذه اللي ندخلها. قال هذه ادخلها انا، ما حد يدخلها معي لين اموت فيها. فبنى المدينة المحرمة دي داخل المدينة المحرمة. طبعا يوم صلح المدينة المحرمة صلح لنفسها العرش ذا، هذا خشب مطلي بشرائح الذهب والأعمدة كلها مطلية بالذهب. بس خلني أعلمكم شيء عجيب هنا. إذا رفعت فوق في كورة حديدية فوق العرش بالضبط، يعني لو طاحت الكورة ذي تطيح على العرش ويموت الامبراطور. الكورة في فم تنين، معنات الرسالة هذه انك اذا اتخذت القرار السيء حتى وانت امبراطور ترى فيه عقاب بينزل عليك من السماء. يعني الكورة ذي ممكن تنفك في اي وقت وتضرب راسك وتموت. شوفوا حبة الالماس ذي الربع ايش كبرها، لا اله الا الله. شوفوا شيء عجيب. لكن تتخيل بس ان البخور المبخرة حقت القصر كلها مصنوعة من الذهب. يعني هذا اللي بس يحطون فيها الجمر بس ذهب. طبعا الشمعدان بس اللي يحطون فيها الشموع ذهب، كله ذهب واحجار كريمة. الأواني اللي يشربون فيها النبيذ ذهب، الصحون ذهب، البريق من ذهب، الفنجال من ذهب وعليه حبات لولو. الامبراطور كوانغ شو كانت عنده فكرة في جعل الصين عظيمة من جديد. ففي وحدة من زوجاته ذا وايف هذه تحبه مرة،
وحبت فكرته مرة وقررت تدعم فكرته، ولكن الامبراطورة ذي اللي هي تعتبر أمه ما عجبتها ان البنت تدعم ولدها وتأيده، فقالت للحرس امسكوا البنية ذي وجيبوها في النافورة هذه وزقطوها في النافورة هذه وخلوها تغرق، فغرقت في النافورة هذه في القصر ذا هنا، وكانت هذا نهاية العهد فيها هي وحبها له. زي ما قلنا لكم في المدينة القديمة ممنوع يطلع الجواري وممنوع يطلعون الزوجات، فوش كانوا يسوون؟ يدخلون المبنى الحجري ذا ويطلعون على قمته عشان يطلون برا أسوار المدينة، لأن السور قريب مرة، يشوفون وش فيه في العالم الخارجي. هذا هو الحل الوحيد. طبعا المدينة المحرمة ارتفاع أسوارها 10 متر ودار ما دار عليها تنل، هذا كله. طب شوفوا اسماك الكوي، لا إله إلا الله، جميلة مرة. هذا كله داير على المدينة منيعة ما تقدر تجيها، يعني أنت كيف تعدي ذي عشان تروح للأسوار المنيعة؟